مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل العظمة دي ببداية واحدة. شايفين ما شاء الله الكمية قد ايه، وشايفين شكله عامل ازاي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكب كيك. هنعمله بمقادير بسيطة جدا جدا، وكمان الطريقة هتكون سهلة قوي، وهنعملوه ببداية واحدة. زي ما انتوا شايفين شكله تحفة، وكمان طعمه جميل جدا جدا. بس في البداية اللي محطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. ربنا يخليكم ليا يا رب. يلا في البداية نقول بسم الله ونشوف طريقة التحضير. معايا بولة حطيت فيها بيضاية واحدة، وحطيت فيها كوباية من السكر، وحطيت كيس من الفانيليا. هضرب فيهم شوية لحد ما الاقي اللون بقى عامل زي الكريمي زي ما انتوا شايفين. هنزل بنص كوباية من الزيت، وهقلب كويس جدا. طريقة بسيطة وسهلة، خطوة مهمة جدا هتخلي معانا الكب كيك تحفة جدا. معانا هنا زبداية، هناخده منها معلقتين كبار، وهنزل عليهم بمعلقتين خل، وهيكون معايا ربع كوباية من الحليب السخن. طبعا يكون سخن جدا، يكون غلى الحليب، واخدين منه ربع كوباية. وهو سخن هنزل بيه بالمنظر دوت على الخل وعلى الزبادي، هيقطع معانا بس هيدينا نتيجة تحفة، وهيطلع هش معانا وجميل جدا جدا. قلبته كويس جدا، وبعد كده نزلت على البيض وعلى الزيت زي ما انتوا شايفين. وهنا برضو خطوة مهمة جدا، هنزل بربع معلقة بيكنج صودا الكربوناتو كلنا عارفينه، وهقلب كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نضرب كويس، عشان كل ما هنضرب كل ما هيدينا هشاشة للمعجنات او للكيكة او للكب كيك اللي احنا بنعمله. وهنا خدت كوبايتين دقيق بالظبط، وهحط طبعا كيس بيكنج باودر ورشة من الملح. وهنا هنزل بقى بمعلقتين من النشا، والنشا هنا فايدته جميلة جدا جدا، هيخلي الكب كيك بتاعنا فاتح ولونه جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلاص كده خلصت المواد الجافة وقلبتها، هنزل بيها بقى على المواد السايلة بالمنظر ده. اثناء ما بعمل الكب كيك مولعه الفرن على درجه حراره 180. طبعا عارفين كلنا ان الكيكه او الكب كيك بتتحط في الرف الاوسط. هقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين القوام هو ده اللي احنا عايزينه. وهنا هيكون معايا صينيه الكب كيك، وحطينا فيها كده ورق الكب كيك بالمنظر ده. هحط نص بس ورقه الكب كيك، مش هحط اكتر من كده، علشان اسيب فرق كده ان هي لسه هتدخل الفرن وهتعلى زي ما انتوا شايفين. هخلص كل الكمية اللي عندي بالمنظر ده. وهنا البولة دي ريحتني جدا جدا، لانها تبوظ شوية كده وبقت تنزل لي على طول كده زي ما انتوا شايفين. دخلت الكب كيك الفرن، وخرج من الفرن كان بالمنظر ده. اللهم بارك، كله على وكله جميل جدا جدا، وكمان طلع معانا هش جدا جدا. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ دي الصينيه اللي انا عملتها قدامكم. لكن انا بعد كده كملت بقى بقيه الكميه، حطيتها في صينيه تانية برضو وسويتهم كلهم مع بعض. اللهم بارك، ما شاء الله طلع معانا عالي وهش وجميل جدا جدا. طبعا ممكن ان احنا نسيبوه كده. دي طبعا كل الكميه اللي انا عملتها، غير ان انا طبعا خدت واحده منها لمالك، لان كان مالك عايز، فطبعا حطيت له واحده كده تبرد وسبتها له. ما شاء الله عطانا كميه جميله جدا جدا. وهنا حبيت ان انا ازينه لهم شويه كده. كان عندي كده مكعب من الشوكولاته البيضاء ومكعب من الشوكولاته الغامقه، فسيحتهم كده في قلب كيسه وقلت ازين بيهم. وكان كمان عندي زبده لوتس برضو، قلت ايه هزين بيها كده علشان برضو يبقى شكله حلو، وكمان بيبقى طعمه جميل جدا. عايزه اقول لكم ان وحده الكب كيك دي في الفرن بتتباع ب6 و7 جنيه. شايفين انتوا الوحده الصغيره دي ب6 و7 جنيه. بنعمل كمية كبيرة بمقادير بسيطة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. انا زينت كده تزيين بسيط، وقلت بقى ايه هيدي شكل زي ما انتوا شايفين كده في الاول جميل جدا جدا، وكمان الولاد هيفرحوا بيه قوي. ما شاء الله اللهم بارك. طلع تحفة ببيضاية واحدة وكوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الزيت، كوباية سكر واحدة. يعني ما شاء الله عملنا كمية كبيرة جدا جدا. واحنا اتفقنا مع بعض وقلنا ان احنا هنعمل كل حاجة اقتصادية وبمقادير بسيطة، وهتدينا كمية كبيرة جدا جدا. ان شاء الله باذن الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله
الله هتكون حاجات اقتصادية وجميلة جدا جدا. وان شاء الله باذن الله كلنا نتعلم من بعض ان احنا ما نشتريش اي حاجة بجد من الافران، لان الحاجات فيها بقت اوفر قوي. كل حاجة تحس ان هي معرفش يعني بجد بيلعبوا في الاسعار بطريقة بشعة. فالواحد بصراحة يعني قال لا، كل حاجة ان شاء الله نعملها بايدينا في البيت، وان شاء الله تكون احسن من بره. انتظروا الفيديو الجاي بجد جميل جدا جدا، هيعجبكم قوي، لان هنعمل كل حاجة بتتعمل في الافران هنعملوها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. زي ما انتم شايفين زينا الكب كيك، تزيين بسيط جدا بس بجد طلع تحفة جدا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكله بعد ما تزين؟ والله كان عندي حاجات بسيطة جدا جدا اللي زينت بيها. مكعب شوكولاتة بيضة، مكعب شوكولاتة من الغامقة، كان عندي شوية شوكولاتة شيبسي، كان عندي زبدة اللوتس برضو حاجة بسيطة جدا منها. فحبيت ان انا اخدهم كده وازين بيهم وطلعوا تحفة. عايزة اقول لكم الكب كيك هش جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك، بجد طلع تحفة ما شاء الله اللهم بارك. وكمان سبت منه سادة زي ما انتم شايفين كده. وعايزة اقول لكم برضو من غير تزيين طعمه تحفة ما شاء الله، طلع جميل جدا جدا. للي مش حابب ان هو يزين والله برضو من غير تزيين طلع طعمه جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. احنا هنا شفنا واحدة كده من اللي متزينة طعمها تحفة بجد، وهنا قطعت كده واحدة بص من جوه كده اللهم بارك جميل جدا جدا. تكفي ان هو هش، تكفي ان هو خفيف جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. طلع جميل بجد تحفة جدا، طريقة بسيطة جدا وسهلة، وعملناه ببضاية واحدة وطلع معانا زي ما انتم شايفين تحفة جدا. وده كان فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.